كان يا مكان. حكاية الشاطر حسن الجديد. كان يا مكان، انا لسه فاكر اللي كان ايام زمان. في حجر امي كنت انام وهي تحكي على اللي كان ايام زمان، وكنت احس بالدفى وبالامان. ايام زمان كان عقلي مشغول بالحكاوي عن اللي كان، وكنت غاوي من امي. كنت اسمع لها ازحف واقرب منها، زي القطط زي القطط امسح جبيني في رجلها، وراسي ترتاح على صدرها، وهي تحكي واقول لها قولي كمان. وحكت عن الشاطر حسن، حبه وعشقه للوطن، وعن اللي عمله من زمن، وعن المخاطر والمحن. وانا اقول لها عمل ايه كمان. مرت سنين وجه زمن فكرني بالشاطر حسن. حسن جديد، حسن جديد، جانا في زمن غير الزمن، جانا في زمن فيه الغبن، فيه المذلة والوهن. زمن ما بيصون العهود، والحق ضاع بين الوعود، لكن حسن كان له وجود. ايوه حسن كان له وجود، جه من رحم امه ولود، جاي من صمود رافض قيود. رفض استكانه او خيانه او جمود، حمل الامانه شباب شجاعه، رجال اسود، وكل همه حق وطنه لازم يعود، بكل عزة وبالتحدي وبالصمود. وانا شفت صورة من الدمار، وشفت نار ايده بتحرق في الشوارع والمتاجر والديار، وسمعت صوت من بين حشود، صوت واحدة كانوا بيسألوها عن الدمار اللي حصل في بيت ابوها، وعن خساير في ابنها ولا في اخوها، وعن شبابنا والجنود. كان ردها يسلم شبابنا من الخيانة والحسود، وريته فيها عزة اسود، وعرقوا فيها عطر عود. لو طوقوني بأي راية هيلاقوني صبحت آية من الشرف ومن الكرامة وعزم وصمود الجنود. أشوف غبار الأرض من ضربة قدم شباب، وصامد راسه مرفوعة بشمم. اشوف غبار مدوي نار، وريحته مسك من الانصهار. تسلم خطاويك، تسلم خطاويك اللي مليانة حماسة، بس حاسب وانت بتخطي النجاسة. اخاف لرجلك راح تدوس على بعض روس، كلهم تجار نخاسة. جلدهم طالوا العفن، طالوا الجرب. بص تلاقيه بقى الفلون شرقي وغرب، وهان عليهم شعبهم نسيوا الغضب. حاسب في لحظة تدوس، حاسب في لحظة تدوس على بعض روس، طالها النجاسة والجرب.